ثانية نبدأها أيضا من الشأن العراقي، فقد حصلت الحدث على شريط مصور يظهر العثور على 2500 جندي من قوات المالكي داخل الصحراء شرق كربلاء بعد أن تركوا مواقعهم على الحدود السعودية وعلى الحدود السورية. عثر على هؤلاء الجنود السيد محمد طلقاني ممثل مقتدى الصدر وعضو البرلمان العراقي فاطم كريتي. ويقول أحد الضباط في المقابلات معهم أنهم تلقوا أوامر بالانسحاب من الحدود وترك أسلحتهم في مكانها، وأشار إلى أن جنودا لقوا حتفهم أثناء الانسحاب بسبب الجوع والعطش. فما ثار علينا شيء ولا تعرضنا لأي شيء، فجانا أمر انسحاب ما عرفنا شنو، يعني شنو المبرر للانسحاب ما عرفنا. وأكو ناس عندنا من فوجنا رفض الانسحاب، قال ليش انسحب؟ ماكو شيء يعني اتعرض له، فتعرف أنت أمر عسكري. فبالأخير شيء المستودعات فلشوها والبير ضربوه، سيارات حرقوها بالطريق، ويعني ما عرفنا لحد الان احنا شنو القضيه اللي سواها ما نعرفها. يعني حتى جنود نص جنود ماتت من الجوع. عرفونا وراحوا. اي وفعلا يعني احنا انسحبنا بدون ما قالوا لنا لاي جهه تنتجون، يعني انسحبوا. انت هسه من تنسحب لازم تروح المكان، هم ما قالوا لنا. انسحبوا قبل وراحوا ومشوا. شو القضيه استاذ جهاد؟ هذا شوف في جاكم هذا حي السرور، شوف في جاكم. سيدي رايحين احنا سيدي. رايحين نشد. خلص يلا مشتاق لازم تقل الصورة صورت هواي يعني صورت تنسوم عليهم. لا تبغوا عليه، تبغوا عليه